ومرحبا بكم على قناتي مطبخ سلمى. اليوم باش نعملوا مع بعضنا وصفة متميزة سهلة وبنينة. اليوم باش نعملوا مع بعضنا المسقعة. نبداو مع بعضنا بسم الله. هنا خديت 3 حبات بطاطا، قصيتهم كما قاعدين تشوفوا دي رونديل. شوفوا حجم السمك نتاع البطاطا كيفاش قصيتها، مش غليظة. وخديت كيف باذنجان كيف قصيته دي رونديل، وكوسه هكا قصيتها الكل كيما هكا. باش نبدا اول حاجه باش نقلي المكونات نتاعي. نفوح ساعه البطاطا باش نحط باش نفوح كان بالملح هكا. هاو لهنا غسلت كل شيء، كان الباذنجان باش ما يكحليش. كي نجي قبل ما نبدا باش نقليه وقتها نغسلو معناها. نبداو مع بعضنا بسم الله. نفوحوا البطاطا نتاعنا. فوحت البطاطا نتاعي بالملح هكا هاو، ما زدت عليه حتى شيء، كان ملح. توا باش نبدا نقلي. حطيت على نار عاليه الزيت نتاعي كيف ما غادي تشوفوا. حطيته من بكري شويه باش يسخن في ساعه، ديجا سخن لي. نبدا نقلي بسم الله. البطاطا نتاعي كيما غادي تشوفوا قاعده تقلي، ما نقليوهاش برشا، راهو نص قليه خاطر هي باش تزيد تطيب في الفوق. توا باش نحضر للحم مفروم نتاعي. خديت لهنا 300 غرام لحم مفروم. باش خديت زوز بصلات صغيرين هكا، انا عندي بصل اخضر، مغرفه صوص طماط، وهنا بابريكا معناها ولا فلفل احمر، كركم وملح وفلفل اكحل وزيت بالطبيعه. نبدا بسم الله. باش نحط الزيت بون مش برشا، مغرفين كبار هكا. نشعل الغاز نتاعي على نار متوسطة. قصيت البصل هكا، خليته شوية يتقلى مع الزيت. البصل نتاعي كيما قاعدين تشوفوا تقلى مع الزيت هكا، ولا لونه ترانسبارون شوية. توا باش نبدا نرمي اللحم. ونخليهم كلهم يتجانسوا مع بعضهم، ما نحط حتى شيء، لا فلفل اكحل لا ملح. نستناو حتى لين اللحم يتحل ويطيب. البطاطا نتاعي طابت، شوفوا كيفاش ولات لونها يزك هاو. ما تزيدش تحمر اكثر من هكاك خاطر احنا باش نزيدو نطيبوها في الفوق. باش نخرجها هذيا ونكمل نقلي باقي المكونات. اللحم نتاعي كيما قاعدين تشوفوا تحل. توا باش نبدا نفوحو. باش نحط عليه غرفه صغيره فلفل ملحي، غرفه صغيره مش معديه كركم، ورشه غرفه صغيره نقولوا احنا فلفل اكحل، سي بون، ورشه الملح. بالطبيعه الملح راه ديما يقعد حسب الذوق. سي بون، ونخلط باش نحط عليه زيت سمين فوق هكا. اخر حاجه باش نحطها هي مغرفه الطماطم. ونحط عليه شويه ماء ونخليهم يطيبوا مع بعضهم. هذه صوص اللحم المفروم. طيب نخليهم يطيبوا. حضرت المكونات نتاعي الكل، خليت كل شيء. كما حطيتهم على ورق الطبخ هذا باش يشرب الزيت اللي قلت فيه.
توا باش نحضر اخر حاجه اللي هي صوص بشاميل. حطيت لهنا مغرفه كبيره زبده ذوبتها كما راكم تشوفوا. باش نحط مغرفه كبيره زبده فارينه ونخلط ليمة الفارينة تتجانس مع الزبدة وباش نصب الحليب بشوية. نصب بشوية ونحرك، نصب بشوية ونحرك كل مرة هكاكا. نكمل الكل ونقعد نخلط شوية في الجاز وباش نحط عليها رشة ملح ورشة فلفل أسود، شوية ملح ورشة وشوية فلفل أسود، يعني نص مغرفة صغيرة هكا فلفل أسود. كان عندكم فلفل أبيض خير، بهيك ما يتبدلش لون صوص بشاميل. ونقعد نخلط. خليط البيركس نتاعي باش ندخل فيه الفوق. باش نبدا نحط البطاطا باش نرصفها كيما هكا، شويه بشويه. الكوسه اللي قليناها الكل ونكمل نحط الباذنجان نتاعي. كل شيء فوق بعضه حطيته. فما شكون يحب يقسمهم يحط شيء، معناها الخضره شويه خضره من اللوطه وبعد اللحم مفروم وبعد يرجع الخضره. فما شكون يحب يعملها كيفي انا نحب هكا، نحط الخضره الكل مع بعضها وبعد باقي المكونات. نحط اللحم مفروم. شوفوا اللحم مفروم تاعي كيفاش طاب هكا، صوص خاطر على الاخر. نحط بشويه بشويه باش نوزعو على الطبق الكل. حاجه باش نعملها هي باش نصب الصوص بشاميل. شوفوا الصوص بشاميل نتاعي كيفاش جات، خليتها معناها جاريه شويه مش عارفه. كملت حطيت المكونات نتاعي الكل. توا باش ندخلها للفوق على اعلى درجه من الفوق ومن اللوطه، جوست ما تحمر تبقى الفوقانيه هكا، وبعد نوريه لكم في اخر مرحله. وهذه المسقعه نتاعنا بعد ما حضرت. شوفوا المنظر يشهي على الاخر وبنينه على الاخر بصراحه. باش نقص معاكم مرسوق وشوفوه، يستحق انتم تجربوه الوصفه هكا. شوفوا كيفاش الخضره واللحم مفروم. ان شاء الله تجربوها يا ربي وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله في وصفه اخرى وحلقه اخرى، وبسلامه.